السلام عليكم متابعين قناتي حلويات ام حمزه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواشركم مبروكه، الله تخلي لكم ان شاء الله هذا عيد الفطر بالصحه والسلامه وراحه البال يا ربي، واللي تمنيتوها في خاطركم ان شاء الله. بهذه المناسبه قلت ندير مجهودي، وخا صراحه كاين الضغط وكاين الخدمه بزاف وكاين الروينه. قلت مع راسي ندير مجهودي ونشارك معكم هذا الفقاس اللي ناجح 100% وبكل اسراره، باش ما كيتفرتت ليكمش وما كيتشققش في الفران. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. المهم على بركه الله ندوزو المقادير والطريقه. اول حاجه غنبداو بها هنايا، غنبداو بسنيده. غادي ندير 4 زلايف ديال السنيده. بالنسبه لهاد العجنه هذه كبيره، فيها تقريبا 30 بيضه. هذه عجنه ديال القوام ديال 30 بيضه. نتوما تقدروا تقسموه وتنقصوا منه اولا تزيدوا فيه على حسب شحال ما بغيتوا، يعني تشدوا هاد القوام ديال 30 بيضه وتقسموه على شحال ما يناسبكم نتوما. هنا درت كما قلت لكم 4 زلايف ديال سنيده. كنعبر دائما بديك الزلافه ديال الحريره، هي اللي كنعبر بها، كتهز رابعه 250 غرام. وهنايا تقريبا كيلو الا ربع ديال الزنجلان اللي كيعطيني 3 ديال الزلايف. المهم كما قلت لكم ديك الزلافه راه كتهز 250 غرام. وعندي هنايا 700 غرام ديال اللوز اللي يعني غير ممسوح، ماشي فازب وماشي يعني ما قيسوش الماء. وهذه قرعه ديال الماء زهر. وعندي هنايا 4 ديال الفلان كراميل اللي كيعطي واحد النكهه خطيره للفقاس، كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. جربوها وردوا عليا. اسمحوا لي على ضربني البرد. عندي هنايا كاس ديال العنبه عامر بالنافع اللي منقي مزيان. عندي هنايا ساشي ديال سكر زهرة البرتقال. بالنسبه للزنجلان نسيت ما قلت لكمش بانه راه مقلي، يعني الزنجلان اللي مغسول ومنقي ومقلي. عندي 4 زلايف ديال زيت المائده. هنا عندي 2 خمارات اللي غنخليهم حتى الاخر باش نديرهم مع الدقيق. عندي بلاطو ديال البيض اللي كيتكون من 30 بيضه. وكما سبق قلت لكم بالنسبه للبيض اولا بالنسبه للمقادير نتوما كتحكموا فيهم شحال ما بغيتوا، كتقسموهم على شحال ما بغيتوا. يعني هاد القياسات اللي عطيتكم انا نتوما كتقدروا تنقصوا منهم. كتقسموهم مثلا الا درتو 15 بيضه ديروا غير 2 زلايف ديال سنيده و2 زيت، يعني ونص الكميه ديال اللوز ونص الكميه ديال الزنجلان. هذا ما كان. هنايا غادي نبدا كنضرب مزيان داك البيض حتى يندمج مع السنيده والزيت وهذا والزرارع ديالنا، باش ندوزو ان شاء الله باش نضيفوا الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للدقيق كيدار على حسب الخليط وكيتجمع الفقاس صافي، وكندوزو باش كنقطعوه. من بعد ما كنضربوا الخليط مزيان 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 عاد كنضيفوا ليه الدقيق والخمارات وكنخدموه حتى كيتجمع. هنايا بالنسبه فاش بديت كندير الدقيق الفيديو صراحه ما فهمتش، ما تصور لياش. ولكن المهم راه باين واضح. هنا من بعد ما درت الدقيق والخمارات وجمعت الفقاس ديالي غادي نبدا كنقسمو. بالنسبه للعجينه تكون شاده راسها، ما قاصحاش بزاف يعني لدرجه انها تولي تفرتت، وما جارياش بزاف باش ما ينزليناش الفقاس في وسط الفران. كتكون العجينه قابطه راسها كما شفتوا، واخا كنضغط عليها هنا راه غتبان لكم شاده راسها، يعني ما رطباش بزاف وما قاصحاش بزاف، بين وبين. هنا انا كنقسمها الكويرات باش يسهل عليا نشكلها. بالنسبه لهاد الفقاس هذا اللي شاركت معكم راه فقاس اللي ناجح 100% وبكل اسراره، وما خبيت عليكم فيه حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا
خاصكم غير تتبعوا يعني جميع التفاصيل اللي عطيت والمقادير اللي عطيت، وان شاء الله غادي يصدق معكم. بالنسبه للمقادير، الا درتو نص د المقادير غديروا خماره وحده، والا درتو ربع د المقادير غديروا نص خماره. صافي هنايا غادي نبدا كنشكل في الحرابل ديال الفقاص، وغنحاول ما امكن داك اللوز اللي مشتت في الجناب ندخلو لداخل باش يزين لنا الفقاص ديالنا مزيان وما كيبقاش يطير لنا من بعد. صافي كنسد ديك التنيه اللي غتجيني من التحت، كنسدها مزيان باش الفقاص ما كيتحليش هكا من التحت. ضروري كنضغط على ديك البلاصه اللي كتبقى ديك التلقيمه اللي كتبقى من التحت، كنضغط عليها مزيان بصباعي حتى العجينه كتدخل في بعضياتها. صافي هنا دائما كنبقى كنقي داك اللوز من العجينه وكندخلو لداخل باش يعطيني الشكل اللي بغيت وما يبقاش ضايع من الفوق، باش ملي كنقطعو تيجي باين بحال هكا في الفقاصه. انا كنستمر بحال هكذا حتى كنكمل كاع دوك هاد الكويرات اللي قطعت. هنا من بعد ما استفتو في اللاطات غادي نبدا هكا كندير لي سقيبات بالكيردون، اولا باش ما كان عندكم الكيردون اولا السفود. بالنسبه لهاد التقيبات هادو هما اللي كيعاونوه باش ما كيتشققش في الفران، وحتى الفران تطيب حتى هو كتدخليه في الفران، يعني كتشعليه وتدخليه تم ماشي ضروري تسنيه يسخن، وكتخلي الباب ديال الفران هكا محلول باش ما تيتفرقاش الفقاص في الفران. ما كتسديش عليه الفران يعني ما كتسديش في مره، ضروري كتخليه منفش شويه باش الفقاص ما كيتشققش لينا في وسط الفران. صافي هنا كنجيب البيض وكنخلط معاه نسكافيه وقهوه سريعه الذوبان، وكنبدا كندهن في الفقاص ديالي وكندوز عليه الفرشاة وصافي، وكندفعو الفران على عافيه اللي تكون مهيله، وفران يكون يعني هكا محلول شويه مردود، غير الباب غير مردود باش الفقاص ديالنا ما كيتفرقاش. وكنخليو فوق العافيه تقريبا من نص ساعه حتى ساعه الا ربع على حساب الفران ديالكم كيفاش داير. ملي كنقيسوه من الفوق بحال هكا كنوركو عليه كنلقاوه يعني قاصح، ماشي رطب، ما خصوش يبقى رطب. الا بقى رطب وقطعتوه تيجي في التحمار ديالو ما تيجيش زوين، يعني خص الفقاص يكون ناشف مزيان، ما تبقاش ديك الباكيطه ملي كتضغطوا عليها من الفوق ما تلقاوهاش رطبه، تلقاوها بحال نشفات في الفران. خاص الفقاص ينشف مزيان في الفران من الداخل باش ملي كتقطعيه تيكون هكا ناشف كيما شفتوا نتوما. من بعد ما جبدتو من الفران وغطيته بواحد الزيف اللي فازق وخليته يرتاح واحد الساعتين، صافي وبديت كنقطع فيه كما كتشوفوا. وقلت لكم بانه خاصو يكون طايب مزيان من الداخل، الا ما كانش طايب مزيان وكان معجن من الداخل راه كيقصح من بعد فاش كتحمروا ملي كتقطعوه تحمروا في الفران، راه هو تيولي قاصح الا كان مازال معجن من الداخل. هذه النصيحه اللي زعما مفيده بزاف اللي خصكم ديروا بها الا بغيتو الفقاص ديالكم ينجح معكم ويجي هشيش ويجي زوين. صافي هنايا كما شفتوا راه كنقطعو ما كيتهرجش وما كيتفرتتش وناجح 100%. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الطريقه وراه نتوما غينجح معكم الفقاص وما تبقاوش تلقاو معاه مشكل. انا هستمر هكا حتى نكمل كاع الباكيطات اللي عندي ديال الفقاص باش ان شاء الله ندوزو ونطيبوه. للمشاهدين الاوفياء نتمنى ان شاء الله ما تنساونيش بلي لايك ديالكم ولي كومونتير المحفزه ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك باش يوصلو كل جديد. كما شفتوا هنايا الفقاص راه باين فيه اللوز والتقطيعه ديالو جات ملسه. بالنسبه حتى الموس هو عنده واحد الدور كبير حتى هو في التقطاع ديال الفقاص، يعني الا كان الموس شي شويه غليظ اولا ما كانش رقيق خصو يكون رقيق باش ملي كتقطعي به الفقاص ما كيتفرتتش. وانا كنفضل هذا الكيتور هذا في التقطاع لانه صراحه احسن حل، حيت رقيق وبسهوله كيدخل في الفقاص بلا ما يفرستو. صافي كما قلت لكم انا كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي وكندخلو في الفران كندخلو فوق العافيه حتى كيشد راسو، من بعد كنزلوه تحت العافيه وكنقابلوه بالتحمار كنقابلوه هكا حتى كيتحمر مزيان. صافي وكنخرجوه وكنستفوه. بالنسبه لطريقه التخزين كديروه في شي بواطه وكديروا معاه شي قطعه ديال السكر وتيبقى لكم واحد المده طويله مقرمش وكيبقى زوين. صافي هنا استفتو في اللاطات باش نديرو يطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للشكل النهائي ديال الفقاص ديالي هو هذا كما كتشوفوا، كيجي ما شاء الله مذهب وزوين وملس كما كتشوفوا، واللويسات هما باينين فيه.
نتمنى ان شاء الله الفيديو نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساونيش باش كومونتير محفز ولايك الفيديو، اللي مازال ما اشتركش يشترك باش يوصلوا كل جديد. وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.